السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفة ملكة الطبخ. اليوم نحضروا مع بعض خبز الطاجين اللي يجي بزاف بنين ويجي خفيف ويجي فارغ من الداخل وسهل في التحضير تاعو بيد واحدة وانتي خدمتيه. مع انه رمضان على الابواب، ان شاء الله بربي نصومه بالصحة والهنا راح تحتاجيه. فضلوا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبدأ بسم الله. عندي كيلو تاع الفارينة نصيرها، نديرها مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز. انا عندي المغرفة تاع الماكلة شوية صغيرة، زدت ربع مغرفة. نخلط مليح الفارينة مع الخمارة. نبدا ندير في الماء دافي، ندير غير بشوية باش العجينة ما تجراليش. نزيد شوية ونلم كامل هذيك اللي على الطرف. كما كنتوا تشوفوا راني نخدم فيه غير بيد واحدة. بعد ما لميت العجينة ندير الملح، ندير قطرامة غير باش الملح يتشمخ. نخلط مليح العجينة مع الملح ونخدمها بيدي كما كنتوا تشوفوا. بعد ما دخلت الفارينة مع الملح نخبطها غير شوية، والماء ندير بالعقل كما كنتوا تشوفوا، تولي عجينة تلصق ولازمش تكون جارية. نحي العجينة اللي راهي في يدي ونغطيها ونخليها تخمر نص ساعة ولا تفوت شوية على حسب البلاصة اللي تكون فيها. بعد ما خمرت مليح وتضاعفت كما راكم تشوفوا، نشمخ يدي بالماء ونكسر لها الخميرة ونخبطها باش يدخلها الهواء والخبز يجي خفيف. كما راكم تشوفوا العجينة ولات طرية ولات ليس. نعاود نغطيها ونزيد نخليها تخمر المرة الزاوجة. بعد ما خمرت المرة الزاوجة نحي لها النيلون اللي كنت غطيتها به، والعجينة اللي لاصقه فيه كامل نحيها ما نخليهاش. نعاود نشمخ يدي ونكسر لها الخميره. كما تشوفوا العجينه كما ريحت ولات رطبه. الخميره تخمر من نص ساعه ولا تفوت، المهم حتى تتضاعف مليح. نقسمها. انا الكيلو تاع الفارينه يدير لي 5 خبزات، وانتم ديروا كما حبيتوا، اللي يحبهم كبار ولا صغار. بعد ما قسمت العجينه على 5، نجيب السميد رقيق ونبدا نقرص فيه. ندخل مليح للداخل لايمها. اذا كانت العجينه زياده تقدروا تنحوها. نديرها في السميد رقيق، نغطيها كامل بالسميد ونخبزها شويه باش السميد يلصق فيها. نزيد مع الجناب. نديرها في طرف، نفرشو، نكون رشيتو غير بشويه سميد ونحطو فيها. نزيد نوري لكم وحده. نديرها في السميد، نرشها كامل من الفوق بالسميد ونخبز باش السميد يلصق فيها. نحطها فوق الطرف تاع القماش. بعد ما خبزتهم كامل كما راكم تشوفوا، نخليها تريح العجينه واحد الدقيقه ونبدا نحل فيها بالحله. لاخاطش كانوا نحلها ضكا ما تمشيليش، كي تريح تمشي وحدها تمد الطوع. نبدا نحل فيها، ما تكونش رقيقه بزاف ما تكونش خشينه، خاطش من بعد في الطاجين راح نزيدو نمشوه شويه. هذا هو السمك تاعو. انا غطيه
ونخليه يخمر، ونروح ندير الطاجين يسخن. بعد ما خمر الخبز ندير يدي في السميد باش العجين ما يلصقليش، ونرفدها ونمشيها ونديها للطاجين. اذا كانت خشينه نقدر نمشيها شويه، سورتو مع الجناب. غير تنشف شويه نقلبها، ماشي لازم تطيب. مرة على مرة نمشيها باش طيب كامل على ود وما تنحرقش. نقلبها كما قلت لكم، مرة على مرة ندورها. الخبزة راهي انتفخت، شوفوا كيفاش ولات. بعد ما حمارت قعدوا لي الجناب نديرهم بجهه كيما راكم تشوفوا، والاطراف كامل كي نكمل كاع نطيب راح نحوشيهم في الفرن. كي نكمل راح تشوفوا. نزيد نوري لكم وحده. اذا ما تقدروش ترفدوه كيما هكذا تقدروا ديروا خبزات يكونوا صغار باش ما يغلبوكمش. غير تنشف نقلبها. الخبزه انتفخت، هذه الخبزه الزاوجه، نقعد ندور فيها حتى طيب. بعد ما طيبته قعدوا لي هذو الحواف تاع الخبز. بعد ما كملت كامل طيبت نحندني طاجين شويه للداخل ونزيد للنار ونحوشيهم. نتوما كي ديروا اول مره الطاجين يسخن ديروا على نار قويه، اذا كانت الطابونه شعله قويه بزاف نقصوا لها شويه. انا هذه الجهه اللي منا زدت لها باش نحوشي الخبز بالخف، لاخاطش بالخف يتحرق. بعد ما طيبت الخبز وحوشيته مع الاطراف راكم تشوفوا ما نخليوش هذه فوق هذه، لازم نفرق بيناتهم باش يدخل من الهواء ويبردوا. خاش كون نديروا هذه فوق هذه راح من العرق راح يتعجنوا. كما كنتوا تشوفوا الخبز راهو فارغ من الداخل ويجي بنين، ومع رمضان هذا واش يليق. هذه وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم.